لو حد بيهددني بصور او فيديوهات او مركب وشي على احد الفيديوهات المخلة بالاداب، وانا عارف الشخص ده اللي عمل كده وبعت لي تهديدات وبعت لي حاجات وانا عارف عنوان الشخص ده، ازاي تقدر تاخد حكم في اسرع وقت على الشخص ده؟ بكل بساطة هنعمل جنحة مباشرة على الشخص ده بموجب عريضة طبعا بيعملها محامي، وبعد كده بنكتب فيها تفاصيل الواقعة اللي حصلت بالظبط، وبعد كده بنكتب عنوانه، وبعد كده بناخد العريضة دي وبنروح بيها النيابة وبناخد تأشيرة من النيابة وناخد تأشيرة من الاسم، وبعد كده بيتم إعلان الشخص ده، ونفس اليوم اللي بتتعمل فيه الجنحة المباشرة بيتحدد ليه جلسة. طبعا الجنحة المباشرة زي ما قلت لحضراتكم بتتضمن تفاصيل الواقعة وإنزال العقوبة على الشخص المتهم اللي هو بيعمل الحاجات دي، وكمان تعويض مدني مؤقت بيحطه المحامي علشان كتعويض مبدئي لحين الفصل في الدعوة. الجنحة المباشرة يمكن اللي مختلف فيها عن الجنحة غير المباشرة اللي هي بتعمل المحضر في الاسم، ان الشخص في حالة استئناف الحكم ما بيحضرش بشخصه، ولكن ده ما يخليش المحكمة انها ما تقدرش ما تستدعيهوش. يعني لو المحكمة عايزة تستدعيه في الاستئناف هتستدعيه، ولكن في المجمل في الجنحة المباشرة ممكن يحضر عنه شخص وكيل غير المتهم في القضية. فبالتالي الجنحة المباشرة هي طريق سريع لان انت تاخد حقك من الشخص ده في حالة انها كونها جنحة مش جناية. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة. هو الجواز العرفي ممكن يتحول لجواز رسمي؟ ايوه طبعا ممكن الجواز العرفي يتحول لجواز رسمي، وده عن طريق دعوة بتترفع قدام المحكمة اسمها دعوة اثبات العلاقة الزوجية. ولكن في شرط مهم جدا لازم يتحقق في الدعوة دي علشان الجواز يتحول من جواز عرفي لجواز رسمي، وهي ان الزوج ما ينكرش العلاقة الزوجية، لان لو انكر العلاقة الزوجية هنا هتبقى ايه؟ في مشكلة في اثبات الزواج. طبعا الزوجه كده كده من مصلحتها ان الزواج يتثبت عشان يتحول الجواز ده من جواز عرفي لجواز رسمي، فبالتالي لازم يكون الزوج مقر بالجواز ده وما ينكرش الجواز ده. طبعا ده وفقا لنص الماده رقم 17 من القانون رقم 1 لسنه 2000. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده. لو حد بيهددني بصور او فيديوهات او مركب وشي على احد الفيديوهات المخلة بالاداب، وانا عارف الشخص ده اللي عمل كده وبعت لي تهديدات وبعت لي حاجات وانا عارف عنوان الشخص ده، ازاي تقدر تاخد حكم في اسرع وقت على الشخص ده؟ بكل بساطة هنعمل جنحة مباشرة على الشخص ده بموجب عريضة طبعا بيعملها محامي، وبعد كده بنكتب فيها تفاصيل الواقعة اللي حصلت بالظبط، وبعد كده بنكتب عنوانه، وبعد كده بناخد العريضة دي وبنروح بيها النيابة وبناخد تأشيرة من النيابة وناخد تأشيرة من الاسم، وبعد كده بيتم إعلان الشخص ده، ونفس اليوم اللي بتتعمل فيه الجنحة المباشرة بيتحدد ليه جلسة. طبعا الجنحة المباشرة زي ما قلت لحضراتكم بتتضمن تفاصيل الواقعة وإنزال العقوبة على الشخص المتهم اللي هو بيعمل الحاجات دي، وكمان تعويض مدني مؤقت بيحطه المحامي علشان كتعويض مبدئي لحين الفصل في الدعوة. الجنحة المباشرة يمكن اللي مختلف فيها عن الجنحة غير المباشرة اللي هي بتعمل المحضر في الاسم، ان الشخص في حالة استئناف الحكم ما بيحضرش بشخصه، ولكن ده ما يخليش المحكمة انها ما تقدرش ما تستدعيهوش. يعني لو المحكمة عايزة تستدعيه في الاستئناف هتستدعيه، ولكن في المجمل في الجنحة المباشرة ممكن يحضر عنه شخص وكيل غير المتهم في القضية. فبالتالي الجنحة المباشرة هي طريق سريع لان انت تاخد حقك من الشخص ده في حالة انها كونها جنحة مش جناية. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة. هو الجواز العرفي ممكن يتحول لجواز رسمي؟ ايوه طبعا ممكن الجواز العرفي يتحول لجواز رسمي، وده عن طريق دعوة بتترفع قدام المحكمة اسمها دعوة اثبات العلاقة الزوجية. ولكن في شرط مهم جدا لازم يتحقق في الدعوة دي علشان الجواز يتحول من جواز عرفي لجواز رسمي، وهي ان الزوج ما ينكرش العلاقة الزوجية، لان لو انكر العلاقة الزوجية هنا هتبقى ايه؟ في مشكلة في اثبات
الزواج. طبعا الزوجة كده كده من مصلحتها ان الزواج يتثبت عشان يتحول الجواز ده من جواز عرفي لجواز رسمي، فبالتالي لازم يكون الزوج مقر بالجواز ده وما ينكرش الجواز ده. طبعا ده وفقا لنص المادة رقم 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة. لو حد بيهددني بصور او فيديوهات او مركب وشي على احد الفيديوهات المخلة بالاداب، وانا عارف الشخص ده اللي عمل كده وبعت لي تهديدات وبعت لي حاجات وانا عارف عنوان الشخص ده، ازاي تقدر تاخد حكم في اسرع وقت على الشخص ده؟ بكل بساطة هنعمل جنحة مباشرة على الشخص ده بموجب عريضة طبعا بيعملها محامي، وبعد كده بنكتب فيها تفاصيل الواقعة اللي حصلت بالظبط، وبعد كده بنكتب عنوانه، وبعد كده بناخد العريضة دي وبنروح بيها النيابة وبناخد تأشيرة من النيابة وناخد تأشيرة من الاسم، وبعد كده بيتم إعلان الشخص ده، ونفس اليوم اللي بتتعمل فيه الجنحة المباشرة بيتحدد ليه جلسة. طبعا الجنحة المباشرة زي ما قلت لحضراتكم بتتضمن تفاصيل الواقعة وإنزال العقوبة على الشخص المتهم اللي هو بيعمل الحاجات دي، وكمان تعويض مدني مؤقت بيحطه المحامي علشان كتعويض مبدئي لحين الفصل في الدعوة. الجنحة المباشرة يمكن اللي مختلف فيها عن الجنحة غير المباشرة اللي هي بتعمل المحضر في الاسم، ان الشخص في حالة استئناف الحكم ما بيحضرش بشخصه، ولكن ده ما يخليش المحكمة انها ما تقدرش ما تستدعيهوش. يعني لو المحكمة عايزة تستدعيه في الاستئناف هتستدعيه، ولكن في المجمل في الجنحة المباشرة ممكن يحضر عنه شخص وكيل غير المتهم في القضية. فبالتالي الجنحة المباشرة هي طريق سريع لان انت تاخد حقك من الشخص ده في حالة انها كونها جنحة مش جناية. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة. هو الجواز العرفي ممكن يتحول لجواز رسمي؟ ايوه طبعا ممكن الجواز العرفي يتحول لجواز رسمي، وده عن طريق دعوة بتترفع قدام المحكمة اسمها دعوة اثبات العلاقة الزوجية. ولكن في شرط مهم جدا لازم يتحقق في الدعوة دي علشان الجواز يتحول من جواز عرفي لجواز رسمي، وهي ان الزوج ما ينكرش العلاقة الزوجية، لان لو انكر العلاقة الزوجية هنا هتبقى ايه؟ في مشكلة في اثبات الزواج. طبعا الزوجة كده كده من مصلحتها ان الزواج يتثبت عشان يتحول الجواز ده من جواز عرفي لجواز رسمي، فبالتالي لازم يكون الزوج مقر بالجواز ده وما ينكرش الجواز ده. طبعا ده وفقا لنص المادة رقم 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة. لو حد بيهددني على تطبيق الواتساب او واخد صوري وحاططها على موقع مش كويس، او واخد وشي وحطه على موقع مش كويس على اجسام ناس بتتحرك بشكل مش كويس، او على فيديوهات او على اي شيء من هذا القبيل، ازاي اقدر ان انا احبسه او اجيب له حكم في اسرع وقت وباسرع اجراءات؟ ولكن في شرط مهم جدا ان انا ابقى عارف العنوان بتاعه. تمام؟ في الحالة دي بنعمل جنحة مباشرة، والجنحة المباشرة دي طبعا مش بنقول ان هو الجواز العرفي ممكن يتحول لجواز رسمي. ايوه طبعا ممكن الجواز العرفي يتقلب او يتحول لجواز رسمي، ولكن بشرط ان الزوج ما ينكرش العلاقة الزوجية لما تترفع دعوة اثبات العلاقة الزوجية قدام المحكمة. يبقى الشرط الوحيد ان الدعوة دي تتقبل قدام المحكمة ان الزوج ما ينكرش العلاقة الزوجية، لان كده كده الزوجة اصلا من مصلحتها ان الزواج ده يتثبت علشان الجواز بتاعها يتحول من جواز عرفي لجواز رسمي. طيب اللي بقوله لحضراتكم ده طبعا موجود في القانون وفقا للمادة رقم 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.